سميتي عادل والعمر ديالي 28 عام. القصه ديالي كتبدا نهار تعرفت على واحد البنت اللي هي قاصر، كان عندها 17 عام. المهم تعرفت عليها فاش كانت كتمشي للسوايع، ديما كنتبعها وكتبان لي هي دايزه قدامي، كنحاول نوقفها، بغيت نهضر معاها، بغيت نتعرف عليها. حاولت شحال من مره، ساعه هي كانت كترفض، حتى لواحد النهار وقفت عليها ودويت معاها، ما بغاتش عاوتاني تدوي معايا واصريت، يعني بقيت لاصقها. صافي شويه وهي توقف، بديت كنقول لها عجبتيني، عطيني نمرتك التليفون. قالت لي خويا لا، راني ما كنعطيش نمرتي التليفون، اسمح لي انا راه عندي القرايه. يعني بدات كتهرب، ولكن انا واخا هكاك لصقتها كيف ما تنقولوا، حتى خديت نمره التليفون. صافي مشات هي للقرايه ومشيت انا في حالتي. صافي دخلت للدار في الليل، قلت اجي نصيفط لها ميساج ونشوف واش غادي تجاوبني. فعلا صيفط لها ميساج في الواتساب، جاوبتني. صافي بقينا هضره مني هضره منك، داز الوقت، طورت العلاقه تقريبا 3 شهور وحنايا كنتهضروا. صافي هي هذيك البنت علقات بيا ولات كتبغيني، عكس انا اللي ما كنتش كنبغيها. يعني انا كنت داخل العلاقه من الاول غير تفليه كيف ما كنقول. صافي قلت لها حتى انا كنبغيك، ولكن انا ما قلتهاش بصدق. عكسها، هي كانت المشاعر ديالها صادقه وكانت بصح كتبغيني وبرهنتها ليا شحال من مره. الصراحه كليت ليها دماغها مزيان، خليتها تيقاتني ولات كتبغيني بزاف، ما كذبت عليها. قلت لها غادي نجي نخطبك وغادي نتزوجوا وانتي دابا راكي مراتي. المهم يعني خليتها السيده حيره وبقات تيقات اي هضره كنقولها، لدرجه بديت كنقول لها راني دويت للدار، دارنا عليك وشكرتك وعجبتيهم. يعني انا اصلا غير كنكذب، ولكن هي لدرجه انها هي كتيق اي حاجه. صافي ولينا كنخرجوا دائما، كنديها لشي بلايص اللي ما يشوفونيش فيها صحابي، حيت اولا هي صغيره عليا، ثانيا كانت كتلبس واحد اللباس اللي عروبي طويل، ما كدير لا مكياج، ما مهليه في راسها. يعني ما كنتش كنرضى انني نمشي انا وياها لشي بلاصه يشوفونا فيها الناس، ولا حتى شي صاحبي يشوفني ولا شي حد. واحد النهار قلت لها يلا تمشي معايا للدار، تما كنكونوا على راحتنا احسن ما نبقاو ندورو في الزناقي. قالت لي هي لا ما بغيتش، المهم بقات كتهرب. صافي انا تقلقت منها، قلت لها انت ما كتبغينيش. المهم قلبت لها ساف حلاسه كيف ما تنقولوا، بقيت عليها حقه، وانت يا مرتي وامات ولادي وانت ما كتبغينيش وطاطاشي. المهم غمقت عليها مزيان، قلت لها صافي دابا انت ما كتثقيش فيا من بعد هاد المده كامله، صافي هنا غادي نوقفوا في حالتنا، انت بسلامه عليك وانا الله يسهل عليا. صافي بلوكيتها ومشيت للدار. صافي السيده بحال شعلات فيها العافيه، كتصوني وتقطع، تصوني عليا وانا نقطع عليها. خليتها تطابت مزيان كيف ما تنقولوا. صافي من بعد وانا نجاوبها بقات كتبكي وكتقول لي انا كنبغيك، ما نقدرش نعيش بلا بيك. قلت لها حتى انا كنبغيك ولكن انت ما كتثقيش فيا. قالت لي صافي اوكي انا غدا نمشي معاك ماشي مشكله. المهم لغدا ليه اتفقنا، مشينا للدار، دخلنا، بقات كدور بعينيها وكتشوف. قالت لي واش هذه دارك بوحديت؟ قلت لها ايه راه داري، وانا في الاصل غير كاري يعني غير كذبت عليها وصافي. المهم بديت كناكل ليها في دماغها، بقيت كنقول لها انت راه غادي، انت مراتي، غادي نتزوجوا، غادي نعيش كاميره. شويه بديت كنتقرب منها، هي بدات كتهرب مني، ما رفضات، ما بغاتش تجاوب معايا. عاودت عاوتاني المحاوله، صافي حتى تجاوبت معايا. يعني خديت داكشي اللي بغيت منها، واستمرت العلاقه تقريبا شهرين وحنا كنمشيو لديك الدار. كنستافد انا منها، كناخذ اللي بغيت، كنلبي رغباتي. هي اللي قلت لها كديرو يعني بحال استسلمات. واحد النهار وهي صيفط ليا ميساج، قالت لي ضروري نتلاقاو، وراني بغيتك، بغيت نقول لك شي حاجه. قالت لي نمشيو لدارك. صافي انا تعجبت، قلت زعما اول مره هي اللي كتجي منها وتقول لي نمشيو للدار، ماشي زعما انا الاول اللي كنطلبها هاد الطلب. صافي داكشي نيت اللي طرا، مشيت سبقتها هنا للدار فرحان وكنتسناها دابا تجي. فجات دخلت البنت وجهها مخطوف، صفرة، حالتها حاله. قلت لها مالك ياك لاباس، واش راكي مريضه؟ صافي وجبد اختبار الحمل، قالت لي راني حامله، راني درت التيست، راني براسي ما متيقاش. انا بقيت كنشوف فيها، تصدمت، ما عرفت نضحك ما عرفت نغوت.
قلت لها اش كتخربقيش هاد اللعبه هذا كيفاش حامله؟ صافي بدات كتقسم فمها بالله وكتضرب في حناكها وتغوت وتبكي. قالت لي قسما بالله راني حامله ولا ما تيقتينيش، يلا نمشيو نديرو التحاليل دابا. صافي انا حسيت بحال السخونيه طلعت معايا، تنقول بلي صافي هادشي بصح نيت راه ماشي اللعب. صافي بان لي داكشي ديال المعقول. صافي بقيت جالس شاد في راسي كنفكر تنقول شنو غادي ندير. قلت لها شوفي يا لاله غدا ان شاء الله نديك لواحد الطبيب يطيحوا لك وصافي، وانتي شدي الطريق وانا نشد الطريق، ما تعرفيني ما نعرفك. صافي تصدمات من هاد الهضره، بقات كتغوت قالت لي كيفاش انت هو با واش انا غادي تسمح فيا وتسمح في هاد اللي فكرتي؟ قلت لها انا ماشي با، سيري بعدي بني، سيري قلبي على اللي دار لك هاد الفعله. بقينا كنتغاوتو، ضربه فيا ضربه فيك، دفعتها طاحت تفدعات على تفدعات لها يديها. بقات كترغب وتزاوق وتقول لي عافاك تزوجني، راك انت هو باين هاد الولد، انا راه ما عمري ما عرفت شي دري من غيرك. المهم انا صافي هي ما حتى كترغبني وانا كنزيد نتعصب، بقيت تضربي فيا ضربه فيك حتى المهم رعفتها مني فها، يعني ما رحمتهاش، عطيتها كما تنقولوا قتله ديال العصا. دوك الجنون كلهم بردتهم فيها وقلت لها دابا سيري جري طوالك وانا راه والله لا تزوجت بك. صافي حليت الباب وخرجتها، قلت لها سيري شوفي باين هاد الولد انا ماشي با. صافي داكشي اللي دارت، مشات في حالتها، مشات لدارهم. والديها تيقولوا لها ياك لاباس مالك مال الدم في وجهك؟ قالت لهم لا راه غير ضربت مع شي بنات. المهم سلكات راسها. صافي هذاك الشيء اللي طرا، مشات لدارهم، بقات في الليل كتصوني عليا وتعاود تصوني وتعاود. ملي ما جاوبتهاش في التليفون وهي صيفط ليا ميساج قالت لي عمري ما نسامحك لا دنيا ولا اخره، لا انا ولا لهذا اللي فكرتي. انا غادي ننتحر وما غاديش تعاود تسيق لي اخبار لا ليا ولا ليه. وبصحة ولات تنتحر يعني غير عائلتها اللي نقدوها. صافي وكانت هذيك هي الصدمه فاش داوها للسبيطار لقاوها حامله. صافي عائلتها ما حنوش فيها، قتلوها عصاب، يعني خوتها ما رضاوش، راكم عارفين الدراري. صافي خوتها قالوا لها شكون كان بيك، قول لنا شكون باين هاد الولد كي درتي حملتي. المهم هي عطاتهم المعلومات كاملين وعطاتهم سميتي والعنوان ديالي. صافي جاو تيقلبوا عليا ما لقاونيش، عيطوا ليا في التليفون بداو تيسبوا فيا. انا قلت لهم انا ماشي باين هذاك الولد، سيروا جريو طوالكم. خوتها صافي عياو وعائلتها عياو معايا، ما لقاوش منين يشدوني. وتا انا صافي يعني خويت ديك المدينه. صافي دازت الايام، خوتها ما رضاوش بديك الحاله، صفتوها للعروبيه عند شي ناس من العائله ديالهم على ما تولد باش ما يتشوهوش في الحومه ديالهم. صافي وهي واخا هكاك زعما حاولات عيطات ليا وقالت لي راني في العروبيه راني محنه. صافي وانا بلوكيت النمره ديالها حيت ما بقيت باغا نعرف عليها حتى شي حاجه. دازت 3 سنين تقريبا. صافي نسيت ديك القصه، تزوجت بواحد البنت، الوالده ديالي اللي خطبتها ليا، بنت دارهم مربيه مؤدبه. المهم دازت عام على زواجنا، حملات مراتي وولدات واحد الوليد اللي كان مشوه خلقي، يعني ما كاملش، رجليه عوج، يديه ناقصه. ما خليت حتى طبيب، فين ما كان مشيت يقولوا لي هذا الولد غادي يبقى بحال الخشبه هكا، عينيه اللي كيتحركوا صافي، يعني ما غيهضر ما كيسمع. يعني واحد الحاله اللي ما خليت حتى قنت والو. تعذبنا بزاف مع داك الوليد. صافي داز الوقت، داز عاوتاني عام ونص، حملات مراتي وكانت الصدمه عاوتاني ان الولد الثاني حتى هو معاق اكثر من الاول، يعني حتى هو نفس الحاله. تصدمت تنقول علاش زعما انا ولادي هكا دايرين. حتى مراتي تعجبات، ناض الصداع بيني وبينها، المشاكل ما بقيناش قادين عليهم بجوج. هي سمحت لي فيهم ومشات، طلقنا انا وياها وبقيت انا مع دوك الدراري. تكرفصت، بقيت كنقابلهم، بقيت معاهم بشويه بشويه يعني، وما خليت حتى شي طبيب والو. وفي الداخل الايام وانا على ديك الحاله مع دوك الدراري ما عرفت هاد الحكا ما عرفت واحد النهار قررت قلت غادي نكفر على البنت اللي انا اللي ضحكت عليها وغادي نقلب على ديك البنت. وفعلا بديت كنقلب عليها شهور وشهور وانا تنقلب. اخيرا بقيت عايش انا مع دوك الوليدات، صدمت بزاف، ندمت على النهار فاش خليتها ولحتها وضربتها بلا شفقه بلا رحمه. صافي دازت شهور وشهور، واحد النهار لقيتها وفرحت بزاف. حاولت نهضر معاها، بغيت نشرح لها، بغيتها تسامحني، يعني حاولت بجميع الطرق لانني صافي الضمير ديالي بدا يأنبني.
هي رفضت حتى تسمع لي، يعني عييت ما نحاول معها بجميع الطرق، ومن حقها لان داكشي اللي داز عليها ما غاديش حتى وحده ما غادي تقدر تسامح لشي حد كيفاش سمح فيها وهي وداكشي اللي فكرتها. صافي يعني حاولت نقنعها شويه، بقات تسمع ليا، عاودت لها على كل شيء باللي تزوج وولد جوج ولاد معوقين. المهم عاودت لها هاد المشاكل كامل اللي دزت منهم. صافي بقات هي كتشوف، قالت لي انا ما شغليش فيك انت، هذيك حياتك انا دمرتي لي حياتي وسمحتي فيا وخليتيني خرجت من المدرسه. خوتي سمحوا فيا في هاد العروبيه، ما عمرهم ما سولوا فيا، حتى ولدت بوحديتي بحال شي كلبه في هاد العروبيه. سمحتي فيا وسمحوا فيا دارنا. يعني ما قدرتش نسمع داكشي لان بصح تعديت عليها. هي صافي وصلت لواحد الدرجه ان ما قدرتش تسامحني نهائيا. عيت ما نطلب فيها ونزاوق، وقلت لها بغيت نشوف غير ولدي. قالت لي ولدك عطيته لواحد العائله صافي باش تربيه. تصدمت، قلت لها كيفاش عطاك خاطرك تعطي ولدك؟ قالت لي حتى انا كيفاش عطاك خاطرك انك تسمح فيا وتلوحني كل كلمه انا وياه. صافي قلت لها راني ندمان وسي فغي كنت ندمان، يعني انا ما قلبت عليها غير باش نكفر على الذنب ديالي. صافي عييت ما نقنع فيها شويه، وانا كنسمع شي واحد كيعيط ماما. درت كنلقى واحد الوليد صغير زويون تبارك الله، يعني وكيشبه لي بزاف. قلت لها واش هذا هو ولدي؟ قالت لي لا، ولدك عمرك ما غادي تشوفه، ما عمرك ما غادي تعاود تشوفه. طحت ليها عند رجليها وبديت كنبكي وكنطلب منها السماحه. قلت لها نعوضك على اي لحظه، انت يا ولدي اي لقيت سمحت فيكم بجوج غادي نعوضكم. صافي هي فاش شافتني بديك الحاله جالس كنطلب ونرغب وطيح لها بين رجليها. عيطت لواحد الوليد جا بقات يشوف فيا وفيها. انا تعجبت كنشوف بانه كيشبه ليا بزاف. قلت له واش هذا هو ولدي؟ قالت لي هذا هو ولدك. لقيته ما معوقش زوين، ماشي بحال هاد الولاد اللي عندي. يعني ربي انا سمحت فيهم، وكان العقاب ديالي انني ربي ابتلاني بدوك الوليدات اللي حتى الان انا محن معاهم. فاش شفت ولدي في ديك الحاله يعني ما شعرش. قلت لها تمشي معايا انتيا وياه، بغيت نتزوج بيك، نعاودوا حياتنا من الاول. عييت نطلب فيها، رفضات، ما بغات لا تسامح ليا لا حتى شي حاجه. انا عارف راسي درت غلط كبير وبغيت نحاول نصلح الغلط ديالي، ولكن هي قصحات راسها وكانت رافضه رفض نهائي. صافي رجعت في حالتي، خليتها هي وولدي اللي من دمي ولحمي اللي انا اللي سمحت فيه. قلت لها غنبقى نعاونك مره نجيب لك المصروف ديالو داكشي. رفضات، قالت لك انا ولدي خدمت عليه كبرته، انا اللي غادي نكبرو حتى يوصل اعلى المراتب. ورجعت للعذاب ديالي مع الوليدات، ما كاينش اللي قبلهم معايا، كلشي مني. صحتي بدات كتقلال، هما العذاب ديالهم كيزيد، وماشي غير واحد جوج. امهم سمحات فيهم وتزوجات ومشات للخارج، وبقيت انا كنعاني. هذه القصه ديالي، كنتمنى انها تعجبكم وبان تاخذوا العبره منها.